أستاذنا الكبير فؤاد المهندس في فيلم أرض النفاق. دخل الكشك ده لقاه بيبيع أخلاق، اشترى كل اللي هو عايزه وزيادة، بس كان كل ما ياخد الحباية مفعولها يروح مع الوقت، يحس إن هو مش سعيد خالص. مرة افتكر إن سعادته هتكون في الجرأة، خد حباية الجرأة، بعد ما مفعولها راح رجع تاني زي الأول. خد حباية الحب، بعد ما مفعولها راح رجع تاني زي الأول. خد حباية الشجاعة، بعد ما مفعولها راح رجع تاني زي الأول. كل ده ليه؟ لأن في الآخر أستاذ مسعود الموظف كان عايز يوصل رسالة: أنت لازم تشوف نفسك حلو. أستاذ مسعود ما كانش شايف نفسه حلو، كان شايف دايماً إن في حاجة ناقصة، بيحاول يعوضها بحاجة مؤقتة يشتريها ياخدها. ودي كانت أحلى حاجة في الفيلم ده، إن أنت لازم تكون باصص لنص الكوباية المليان اللي عندك. شوف إيه اللي عندك حلو، طوره، نميه. لازم تكون واثق في نفسك وعارف إن كل اللي عندك حلو وراضي بيه، وشايف نفسك كويس وراضي بيها. غير كده عمرك ما هتكون سعيد.